طبعا بالإضافة إلى الحلقة اللي اتكلمنا فيها عن الجانب الجميل جدا من محمود ذو الفقار اللي اتكلمت عنه مريم فخر الدين. طبعا كانت قالت إن هو اللي علمها إزاي تتكلم وإزاي تتحرك إزاي تاكل كنجمة يعني، وهو اللي علمها إزاي تختار فساتين وكده، واتكلمت عن جانب جميل جدا. وحتى في الحلقة دي وقتها قلت لكم الله أمال إيه الكلام اللي قالته قبل كده اللي هو في الحلقة دي بقى. قالت برضه عنه محمود ذو الفقار ان هي اتجوزته وهي عندها 17 سنة، وان والدها ما بلغهاش بسنه الحقيقي ان هو اكبر منها بكتير، وانه كان بيغير عليها كتير جدا، وانه كان بياخدها معاه في كل سفرياته بره مصر. طب ما دي حاجة كويسة جدا، انا مش عارف كانت مضايقاها ليه. يمكن مضايقاها فكرة ان هو يعني بيغير عليها فبياخدها معاه. فقالت ان انا كمان كان بياخد كل الاموال بتاعتي اللي بجمعها من السينما، لدرجة انها اضطرت انها تخبي الفلوس بتاعتها في الشرابات عشان ما يعرفش يوصل لها. طبعا انا مش عارف شرابات مين، لو شراباتها هي هتبان ان جواها فلوس، لان شرابات النايلون بتاعت الستات شفافة جدا. اكيد قصدها الشرابات بتاعته هو، دي يمكن عشان هتبقى غامقة وكده، بس الشراب لو جواه فلوس هتبقى باينة. هي كانت بتقول كده، تقول انا كنت بخبي الفلوس في الشرابات عشان ما اعرفش مكانها. وقالت ان هو كان بيغير عليها طبعا بسبب فرق السن، وانه كان بيزعق لها كتير جدا، ووصل الامر مره لمشاده بينهم خلته يضربها ويطردها، وان هي جريت في الشارع حافيه القدمين على حسب كلامها بملابس النوم. احد السفريات بقى اللي كان فيها محمود ذو الفقار وهو بره مصر عملت ايه؟ دورت في فلوسها وعدتهم اللي كانوا جوه الشرابات، لقيتهم مكملين 50,000 جنيه. قالت بس طبعا 50,000 ده رقم جهنمي، رقم كبير جدا وقتها جوه شرابات، حاجة غريبة. 50,000 ده كان ثروة. فقالت أنا آخد الفلوس دي وأمشي. وفعلا خدت الفلوس دي وراحت دورت على شقة في نفس العمارة. فاكر العمارة اللي أنا قلت لك عليها، العمارات تكلفون فنانين كتير وهنحكي عن قصص كتير فيها، دي من القصص بتاعتهم. المهم هي بقى خدت الشقة بتاعتها، خدت الفلوس بتاعتها وراحت أجرت شقة في نفس العمارة في الدور اللي تحتيه على طول. ومشيت. كان ايجارها 40 قرش في الشهر. انت متخيل 50,000 جنيه معاها، ايجار الشقة وقتها في احسن الاماكن وارقاها 40 قرش. 40 قرش مش مكملة نص جنيه، وهي ثروتها 50,000 اللي كانت معاها. فلك ان تتخيل ان 50,000 ده كان رقم عامل ازاي، اذا كان عشان تأجر مكان في افخم مكان في القاهرة دلوقتي شوف هتلاقيها مثلا 10,000 في الشهر مثلا، وقد يزيد عن كده عادي. كان ب 40 قرش وهي كان معاها 50,000، فيعني كانت ثروتها كبيره. فبالتالي مش بقر يعني، انا بحكي لك الفرق بين ال 50,000 دي وقتها كانت عامله ازاي. المهم نقلت، فقالت للخادم اللي عندها، قالت له بلغ بقى محمود ذو الفقار لما يرجع ان هي خدت ان هي موجوده في الشقه بتاعتها التانيه وخلاص. فعرف بقى وقعد يزعق وكده، فعشان تنتقم منه كمان عملت ايه؟ كان لسه معاها مفتاح للشقه بتاعت محمود ذو الفقار اللي كانت متجوزه معاه فيها. عرفت ان احد العاملين بالاستوديو في التمثيل معاهم يعني مقبل على الجواز ومعهوش فلوس، فقالت له اطلع خد العفش ده كله هدية ليك عشان تتجوز بيه. وطلع عمل كده فعلا. وطبعا محمود ذو الفقار اتنرفز اكتر واتغاظ اكتر ان طبعا محتويات شقته كلها راحت. من اللي فات ده يقول لك ان هي مش سهله برضه يعني، هي كانت مش غلبانه قوي سهله، لا بس طبعا اكيد كلنا ضد الضرب وضد الاهانات وضد الكلام ده كله. وبرضه نحط في حساباتنا ان محمود ذو الفقار ده زي ما قالت عنه انه هي ما كانتش فاهمه اي حاجه في الدنيا، هو اللي علمها كل حاجه، علمها الاتيكيت، ازاي تبص ازاي تضحك، يعني علمها كل حاجه كويسه. وانه كان كويس جدا معاها في بعض الامور، كانت بتتكلم يعني في اوقات كتير. فيعني دي حياه زوجيه عاديه جدا فيها مشاكل وفيها حاجات كويسه. اكيد يعني محدش وحش طول الوقت، محدش كويس طول الوقت. ويبين لك كمان ان مريم فخر الدين ما كانتش سهله، ما كانتش بتسيب حقها. دي قشطت شقه الراجل كلها، خلتها يعني على البلاط واديتها لواحد تاني، مش ان هي خدتها يعني، لا اديتها لواحد تاني خالص. فكان عليها حركات مش سهله برضه.